السلام عليكم حبايب قلبي، وحشتوني كتير كتير. يا رب تكونوا بألف خير. بشكركم كلكم على تفاعلاتكم وعلى كومنتاتكم الجميلة. وحبيت اشارككم بقى الغدا بتاعنا النهارده. اتفضلوا معانا. فتحت محل كشري ورز بلبن في البيت زي ما انتوا شايفين. نسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. ونبدأ في اول حاجة، الرز بلبن. هنا حلة على البوتاجاز. انا عامله كميه. هاخد جزء لبيتي والباقي ان شاء الله هوزعه لله. ربنا يا رب يزيدكم ويقدركم على فعل الخير. انا عملت كوبايتين هنا زي ما موضحه في الفيديو، وكوبايتين الرز زي ما انت شايفه. املي عليهم الحله ميه خالص، انا عايزاه ينزل كل النشا اللي فيه ويستوي خالص. ودي حله كان فيها حوالي 4 كيلو ونص حليب. حليب بلدي. يفضل يكون حليب بلدي ما شلتيش وشه، لسه جاي من عند اللبان. ونزلت فيه بالرز اللي احنا سويناه كويس قوي، وليكن هما كوبايتين رز تحطي عليهم 4 كوبايات من المية. نزلت بيها كلها ونزلت كل كمية الرز بالاسباتيولا على الحليب، وهسيبه ياخد ويدي مع بعضه شوية كويسين قوي قوي قوي، علشان كل النشا اللي في الرز ينزل في الحليب. الوصفة دي مش هتحتاجي ابدا انك تحطي فيها نشا. هنكتفي جدا بالنشا اللي في الرز. امشي على الخطوات واحدة واحدة، ان شاء الله هيطلع معاكي احلى من بتاع المحلات. ونزلت هنا بالسكر. طيب لو انتي مش هتعملي كمية، يعني هتعملي حاجة بسيطة، هقولك. هتحطي اولا كوباية الا ربع من الرز، ليها لتر ونص من الحليب، وهتضيفي عليها حوالي من 7 ل10 معالق سكر حسب الرغبة. نزلت هنا بحوالي 50 جرام من اللبن البودر. هي اكياس كده بتكون جاهزة في السوبر ماركت. جربي الخطوة دي هتفرق معاكي جدا في طعم الرز بلبن. انا حبيت ادلعه كده وخليه جميل. حطيت هنا كمان حوالي 4 معالق من الكريم شانتيه. في حاجات اختيارية، ممكن ما تحطيش حليب بودر، ممكن ما تحطيش كريم شانتيه، بس انتي كل ما تدلعي الحاجة الوصفة هتطلع معاكي جميلة جدا واحلى من المحلات. ونزلت بحوالي كيسين من الفانيليا. ودايما دايما هنعمل حاجة يعني نوزع منها. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول وانفقوا مما تحبون. اعملي الحاجة زي ما بتعمليها لبيتك، اعمليها بحب واعمليها بنفس. نزلت عليها ب4 معالق قشطة كده كبار وش اللبن، وممكن تستبدليها بكريمة طهي. وكمان ممكن تستغني عن الخطوة، الامور بسيطة خالص. بس انا دلعته جدا النهاردة وخليته دسم وفوق الممتاز. شايفين القوام؟ ما احتاجناش نشا خالص. ما شاء الله بقى 100 100. وكنت شارية هنا علب. عمل معايا حوالي 20 علبة من الكبيرة، ولو كنت جبت الحجم الأصغر كان هيعمل معاكي 40 علبة. بسم الله ما شاء الله، والله أحلى من المحلات بكتير. ندخله بقى التلاجة يلحق يجمد شوية ونلحق نعمل وصفتنا. شايفين الفاتورة دي؟ 260 جنيه. دي تمن 4 علب من الكشري. يعني غدوة الكشري بقت بسعر عالي قوي يا جماعة. ايه اللي حصل؟ كل شوية ولادي يحبوا انهم يطلبوها، قلت لهم انا هعملها لكم في البيت واحلى من بره مليون مرة. سميت الله ودخلت المطبخ بسرعة بقطعت الشيبسي او بالسكينة، بس تقطعي البصل جوليان رفيع جدا جدا زي ما انت شايفة. قطعت الشيبسي. بتسهل عليكي تقطيعه وبتخليه طالع كله مقاس واحد، وبالتالي لما يتحمر يبقى لون واحد. وهتفككي حلقات البصل من بعضها كده واحدة واحدة وتفلفليها قوي قوي. وهنيجي بقى في طاسة سخنة جدا على البوتاجاز. قبل ما تنزلي بالبصل هنحمر شوية عيش. ما هو محل كشري بقى على اصوله، يبقى لازم نعمل الوصفة زي الكتاب ما قال. لازم ندلعهم ونظبطهم. جبت عيش شامي او لبناني زي ما بتسموه، او عيش ابيض من السوبر ماركت، وقطعته مثلثات كده بالمقص. ونزلت في الزيت وهو نضيف قبل ما اعمل فيه بصل، قبل ما اعمل بيه اي حاجه. وهقول لكم هنعمل ايه بكميه الزيت دي كلها. حمرت العيش في ثواني، ما بياخدش وقت، خدي بالك منه جدا، بيتحمر بسرعه قوي. يعني تحطي يا دوب تقلبتين وانتي واقفه جنبه. شايفه بسرعه كده بقى لونه ذهبي، وتديله رشه ملح وكمون زي محلات الكشري. هيبقى في حته تانية خالص. بصراحه يعني انا احب لما اعمل وصفه اعملها بكل تفاصيلها.
الزيت سخن وفككنا كمية البصل كلها من بعضها زي ما انتوا شايفين. انزلي بقى بالبصل واحدة واحدة زي ما انت شايفة كده، وخدي بالك منه قوي. في ناس بقى تقعد تقولك افتكاسات، حطي عليه نشا، حطي عليه دقيق عشان يطلع مقرمش. انا عاملاه زي ما هو، وهتشوفوه معايا طالع عامل ازاي في نهاية الفيديو. ما تحطيش عليه اي حاجة، ولا دقيق ولا نشا، ولا الموضوع صعب خالص. طلعنا البصل. انا هكمله بقى تحمير، محبتش اجيب لكم الاجزاء دي عشان بس ما تزهقوش مني. شايفين اللون، شايفين الجمال والقرمشة، حاجة والله جميلة جدا. جيت في طبق بقى علشان نعمل العدس بجبة. في ناس بتعمله في حلة لوحده، لكن انا بختصر المسألة دي وبعمله هو ورز بالشعرية في حلة واحدة. كان عندي هنا كيس زي ما انتوا شايفين عدس بجبة. انا اكتفيت بنصه بس، لان انت لما بتنزلي عليه بمية مغلية الكمية بتزيد، بينفش كده زي ما بيقولوا. حطيت نص الكمية ونزلت عليه بمية سخنة من الكتل، نقعته حوالي نص ساعة. مش هياخد معاكي اي وقت خالص. حلة على البوتاجاز واستخدمنا فيها الزيت من اللي احنا محمرين في البصل. زيت البصل هيعمل معاكي الوصفة كلها. نزلت بالشعرية لحد ما يبقى لونها ذهبي كده جميل، وفورا تنزلي عليها بالرز الابيض، وبعدين نكون ادينا شطفة للعدس اللي احنا كنا نقعينه، وننزل كمان بالعدس فوق الرز. تقليبة محترمة، كله ياخد كده من بعضه. صدقيني بتبقى احلى من ان تكون كل حاجة في حلة لوحدها. نبهر بقى رز الكشري علشان يبقى مميز. انا ليا كده خلطة معينة في البهارات. اولا تجيبي شوية بصل محترمين من اللي انت محمراهم تحطيهم، وملح وفلفل وكمون و7 بهارات وقرفة. ملح وفلفل كمون 7 بهارات قرفة وشوية بصل بتاع الكشري اللي احنا حمرناه، وتنزلي عليه بمية مغلية. هيبقى معاكي احلى رز والله. هتاكليه لوحده من غير اي حاجة جنبه. شايفين مفلفل وطالع تحفة ازاي؟ حاجة كده بسم الله ما شاء الله تفتح النفس. كده خلصنا خلاص من الرز. يلا بسرعة في حلة على النار، شوية ملح وشوية زيت، مكرونة المرمرية الصغننة خالص بتاعت الكشري، ومكرونة سباكيتي. تقليبة كويسة وتتسلق سلقة حلوة، وبعدين نصفيها. طب وبعدين هنعمل ايه بعد كده؟ شايفين دي الطاسة اللي انا كنت بحمر فيها البصل؟ استخدمت برضو منها معلقتين توم كبار محترمين كده مفرومين. هيوصل معايا للون الذهبي. خدي بالك اوعي تغمقيه، لان لو لونه غامق هيودي الوصفة معاكي في حتة مش كويسة. لونه ذهبي نزلت عليه بعصير الطماطم، وعصير الطماطم لازم تحطي عليه شوية سكر علشان تعادل الحموضة. يعني اي خضار اي طماطم تحطي فيه شوية سكر. ملح كمون فلفل بابريكا، وسيبيها تاخد كام غلوة لحد ما توصل للقوام اللي انت تحبيه، يعني تتسبك شوية. الخطوة اللي بعدها على طول حلة صغننة على النار، شوية زيت، وننزل بالشطة. انا خليت الشطة منفصلة عشان اللي مش عايز. نزلت بالشطة على الزيت، وعلى طول حطيت عليها كام مغرفة صلصة من اللي احنا لسه عاملينها. في ناس بتختصر الخطوة دي وتحط الشطة في الصلصة، لكن انا عندي اولاد ملهمش في الشطة يعني، فخليها منفصلة افضل. خلاص كده الوصفة بقت جاهزة، ما خدتش مننا اي حاجة. باقي ايه؟ ها قولوا، اللي وصل لحد هنا يقول في التعليقات. باقي الدقة. شوية الثوم المفرومين اللي لسه باقيين عندي مع شوية زيت اللي حمرنا فيهم البصل، هننزل. شايفين انا بحط بالمغرفة اهو الزيت، ومعلقتين توم حلوين يا دوب يوصل لون ذهبي كويس. خدي بالك لان الثوم بياخد لون بسرعة قوي. نديله طشة بقى محترمة بالخل، ما اقولكوش على الريحة، ما اقولكوش. وهتزودي بشوية مية من الكاتل سخنين، وبهاريها حلو. ملح كمون كزبرة ناشفة، ملح كمون كزبرة ناشفة، وظبطي الحدق بتاعك، وانزلي عليها بعصير ليمون. هي دي دقة المحلات اللي احنا بنجيبها. والله كمان في البيت بيكون ليها طعم مميز قوي. انا بحس انها بره على حسب المحل اللي انت جايبه منه، احيانا مش بيبقى فيها ريحه الثوم ظاهره او البهارات بتبقى ظاهره. انت هنا بتبهريها كويس جدا وبتديها حقها. حاجه البيت يا جماعه حاجه تانية. انا هنا بعصر الليمون
امشي على الخطوات واحدة واحدة، والله الموضوع سهل وبسيط. ودي سفرتنا في النهاية، بسم الله ما شاء الله. للأمانة أنا كنت جايبة الحمص جاهز من السوبر ماركت. انتي بقى لو عندك وقت تقدري تسلقيه، ورصيتي العيش كده رصة جميلة تفتح النفس. بصراحة ما كانش عندي وقت ابدا ان انا اسلق الحمص، اكتفيت بكنز كده من الماركت وفتحته، ودي شطفة كويسة عشان المواد الحافظة اللي فيه. بصي بقى كده وركزي معايا على البصل، شايفة؟ شايفة مقرمش ازاي؟ الصورة تتحدث عن نفسها، ولا نشا ولا دقيق ولا اي حاجة. الشطة دي يا جماعة مولعة نار. وده الحمص، ودي بقى الصلصة بتاعتنا، شايفين قوامها؟ انا غليتها وسبكتها لحد ما وصلت للون ده. ودي الدقة، والله متظبطة احلى تظبيطة، مش هتشتروا كشري من بره تاني خصوصا بعد الاسعار دي. وهنا الرز بلبن بتاعنا، اخدت كام علبة كده عددنا، والباقي الحمد لله راح لاصحاب نصيبه بألف هنا وشفا على قلبهم. شايفة؟ ولا نشا ولا اي حاجة، وطالع ما شاء الله ما شاء الله جميل وغني جدا. بحبكم قوي قوي قوي، واستنوني في وصفة جديدة يا حبايبي، واسيبكم بقى تستمتعوا مع السفرة الجميلة دي.